عمرك تخيلتي بلي الانترنت اللي خدامين بها دابا ماشي مجرد خيوط دايزين تحت الارض؟ شنو يكون الشعور ديالك الا قلت لك السمان اللي فوق راسنا دابا غادي تولي هي اللي كتعطينا الانترنت في اي بلاصه في العالم وبسرعه خياليه؟ مرحبا بكم في اكرم بوي. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي داير ضجه هاد الايام، اللي هو دخول ستارلينك للمغرب. الشركه دخلت رسميا وقانونيا، والاسم ديالها ولا مسجل في السجلات ديال الدار البيضاء. ولكن شنو واقع في الكواليس؟ واش بصح غيتبدل كلشي؟ شوف، ستارلينك ماشي بحال الشركات اللي كنعرفوا، هي عباره على الالاف ديال الاقمار الصناعيه اللي كيدوروا قرابين بزاف من الارض. تخيل معايا تقدر تجبد السرعه ديال الفيبروبتيك وانت وسط الصحراء ولا فوق قمه جبل، غير حيت عندك واحد الطبق صغير كيشوف السما. تقنيا جات باش تهرس اي عائق جغرافي. الشركه كاينه قانونيا، ولكن تقنيا مازال كيتسناو الضوء الاخضر من الجهات المختصه. دخول ستارلينك للمغرب ماشي غير خبر تقني عادي، هو اعلان باللي عصر جديد بدا، عصر غادي تهرس فيه القيود الجغرافيه والعزله الرقميه. ولكن كاين سؤال كيطرح راسو، واش هادشي غيكون في متناول الجميع ولا غيبقى حكره على فئه معينه؟ وعلى عكس الاقمار الصناعيه القديمه اللي كانت بعيده بزاف وكتعطي الكونيكسيون ثقيله ومتقطعه، هاد الاقمار الصناعيه ديال ستارلينك خدامين في مدار منخفض. هادشي كيعني ان الاشاره ما كتاخذش وقت طويل باش تطلع للفضاء وترجع. بالذات هاد النقطه هي اللي كتغير قواعد اللعبه، خصوصا عند الجيمرز والناس اللي خدامين بكونيكسيون مجهده وما كيتحملوش حتى جزء من ثانيه ديال التاخير. ولكن هنا فين كيبدا التفكير النقدي، واش هاد الشبكه اللي مغطيه الكره الارضيه كلها غتزيد التحكم في الخصوصيه ديالنا، ولا غتخلينا كبار وصغار مرتبطين بواحد الخيط رقمي غير مرئي كتحكم فيه شركه وحده؟ ديما كنسولو كيفاش هادشي غيغير المستقبل ديالو. واش نتوما مستعدين للانترنت ديال الفضاء ولا كتحسوا بلي كاينه شي إلنا تما؟ خليو لي الراي ديالكم في الكومونتير، كيهمني نعرف التحليل ديال العقول اللي كتفرج فينا.